صباح الفل. النهاردة هعمل لكم الكفتة المشوية، برضو من الأكلات السريعة واللي مش بتاخد وقت. أنا مريت، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، مستنية رأيكم في التعليقات. ويلا بينا نبدأ وصفة النهاردة. بالنسبة بقى للتتبيلة بتاعتي، معايا بصل، فلفل أخضر وتوم. ده بالنسبة لنص كيلو من اللحمة المفرومة. معايا ملح وبابريكا وقرفة وشوية من الكزبرة وشوية من بهارات اللحمة. هحط كمان معلقتين زيت وهضرب كل ده في الكبة أو الخلاط. وبعد كده هجيب نص كيلو اللحمة المفرومة، بكون مطلعاها من التلاجة، بتكون لسه يعني ساقعة. وابتدي احط التتبيلة عليها واعجنها كويس كده بحيث انها زي تعمل عرق كده. في الوقت ده انا مولعة الفرن، وهجيب بقى عصيان شيش طاووق او السيخ بتاع الشواية. وابتدي ان انا اصب عليه الكفتة، بحط عليه زيت الاول عشان يكون سهل ان انا اصب عليه الكفتة. وبعد كده هرصها على الصينية تكون برضو مدهونة زيت، وادخلها الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة يعني شوية مايلة للعالية، يعني متوسطة مايلة للعالية. ولو حابين بقى تعملوها على الفحم، فاول ما تطلعوها من الفرن حطوا فيها حتة فحمية سخنة كده في فويل وشوية زيت وغطوا الصينية. هيكون معاكم كفتة طعمها حلو جدا، شبه اللي في المحلات بره. انا عملتها بطريقة مختلفة قبل كده، ودي طريقة تانية اللي انا ضفت فيها الفلفل الاخضر. اتمنى تجربوها، مستنية رأيكم في التعليقات. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.